ايه كل الكروت دي يا عم؟ دي كروت بنك. وايه الفرق يعني؟ ما كلها كروت فيزا وخلاص. لا، اسمع بقى منه الفرق. اسمع مع مين؟ مع ابو اليزيد. تعال وانا اقول لك. في فروق كتير بين كروت البنك، خلي بالك عشان تعرف تستخدم كل واحدة في مكانها. أول نوع وهو الديبت كارد أو بطاقة الخصم المباشر، ودي مربوطة بفلوسك في حسابك سواء كان جاري أو توفير، يعني معاك فلوس هتسحب، ما معاكش ما تسحبش. تاني نوع وهو الكريدت كارد أو البطاقة الائتمانية، ودي اللي بتقدر من خلالها تستلف من البنك سواء سلفة أو على هيئة كارد وترجعهم تاني للبنك خلال 55 يوم، ودي بتكون بضمان الوديعة أو المرتب. البطاقة الثالثة البريبيد كارد أو مسبقة الدفع، وفي بنوك بتسميها جيفت كارد أو انترنت كارد. دي بقى يا سيدي تقدر تشغلها حتى من غير ما يكون عندك حساب بنكي، بتطلعها من البنك وتشحنها بالمبلغ اللي انت عايزه وتبدأ تستخدمها في الدفع أونلاين أو ساعات بتكون للسفر. أما بطاقة المرتبات بيرول كارد، ودي بينزل لك عليها المرتب، مفيش فيها أي مميزات تانية. ولو انت ما بتحبش البنوك بس عايز تشيل فلوسك في مكان، في شركات اتصالات كتير عملت ليك الكروت او المحافظ الالكترونيه عشان تقدر تسحب وتودع وتحول للناس. بس يا سيدي، ودي كانت الخلاصه مع ابو اليزيد.